أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه الأصلي عبد الله بن أبي قحافة. ولد في مكة قبل عام الفيل ب8 سنوات. كان أبو بكر من أوائل من آمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكان صديقا مقربا له. كان أبو بكر غنيا، وعرف عنه كرمه وشهامته. كان من أهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يشهد له بالصدق والأمانة. كان لأبو بكر الصديق دور هام في تاريخ الإسلام، وهو يعتبر من أهم خلفاء الإسلام، توحيد المسلمين. بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجهت الخلافة الإسلامية تحديات كبيرة، وكان أبو بكر الصديق أول من وحد المسلمين تحت راية واحدة. حروب الردة. بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ظهرت بعض القبائل العربية التي رفضت الإسلام. كان أبو بكر يرافق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة المنورة، وكان يسانده في الدعوة إلى الإسلام. بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اختاره المسلمون خليفة لهم، فأسس الخلافة الإسلامية التي استمرت لقرون. كان أبو بكر حاكما عادلا، عمل على توحيد المسلمين وتوسيع حدود الدولة الإسلامية. توفي في السنة 13 هجرية بعد أن حكم لمدة 2 سنين ونصف.